النهارده هنتكلم عن ظاهرة بدأت تقل في الوسط الرياضي عندنا في مصر، ألا وهي الانتماء. المعروف عن الانتماء إن الواحد لما موجود في مكان أيا كان المكان ده بقى وظيفة، أيا كان المكان ده هو لاعب كورة في نادي، المفترض إنه يكون الولاء الأول والأخير للمكان اللي موجود فيه، حتى لو كانت هي المغريات اللي جاية له دايما متمسك بالمكان اللي موجود فيه. الظاهرة دي يا جماعة للأسف خلاص بقت منتشرة في الدوري المصري عندنا. شفنا إمام عاشور اللي كان بيقول إن من صغري زملكاوي دلوقتي موجود في الأهلي والأهلاوية طالعين بالسما، ونسي ان الزمالك هو اللي عمل امام عاشور، ونسي ان الزمالك هو اللي لمع امام عاشور وكل الكلام ده. دلوقتي الموضوع بيتكرر تاني. زيزو اللي خلاص كان هيكون اسطوره زملكاويه دلوقتي بيطلع من الزمالك عادي خالص وبيروح للاهلي. الانتماء الحقيقي يا جماعه للنادي بيتلخص في الراجل ده. الراجل ده الزمالك رفض تجديد عقده، ورغم ان هو كان عايز يجدد مع الزمالك ويتحايل على مسؤولين كتير في الزمالك ان هو يلعب مع الزمالك لفتره طويله، وفي نفس الوقت جاله عرض مغري من الاهلي واللاعب رفض العرض ده والزمالك ما جددلوش عقده واللاعب اعتزل. لحد دلوقتي بقى عبد الحليم علي اسطوره زملكاويه ومحبوب لكل جماهير الزمالك. خلاصه الموضوع يا جماعه الانتماء دلوقتي بقى للجماهير بس.